تعالوا نتعرف على بعض من الهرمونات العصبية اللي فعلا بتأثر على صحة الدماغ وصحتنا النفسية. رقم 1 هرمون الكورتيزول، وده المسؤول عن إدارة أي قلق أو توتر بيحصل في الجسم، زي مثلا لو في موقف حصل ولقينا نفسنا فجأة توترنا أو قلقنا. هرمون اسمه DHEA، وده مسؤول عن محاربة الاكتئاب والتوتر أو حتى أي التهاب ممكن يصيب الدماغ. وطبعا هرمون الانسولين اللي بيوازن نسبة السكر في الدم، واكيد كلكم سمعتوا عنه. هرمون التستوستيرون بيأثر على المزاج والموتيفيشن او التحفيز والقوة الجسمانية بشكل عام والجنسية بشكل خاص. الغدة الدرقية، واللي بيساعد على زيادة الطاقة بشكل عام في الجسم وتحسين المزاج. وطبعا لما بيبقى مش مظبوط بيحصل مشاكل كمان في الجسم والوزن. برضو عندنا هرمونين الاستروجين والبروجسترون، دول لما بيبقوا متوازنين في الجسم بيعززوا الحالة المزاجية.